من الأيام كان في شاب اسمه علي عايش في مدينة اسمها الويبستان. علي كان عايز يبني بيت على الإنترنت، بيت كل الناس تقدر تزوره تشوفه وتتفاعل معاه. بس علي ما كانش معاه طوب ولا أسمنت. كان معاه حاجة اسمها HTML. راح لعجوز حكيم اسمه عم برمجة وقال له: يا عم برمجة، أنا عايز أبني صفحة ويب بس مش عارف أبدأ منين. ضحك عم برمجة وقال له: يا ابني، عشان تبني صفحة على الإنترنت محتاج تتعلم ال HTML، وده مش لغة برمجة، دي لغة توصيف. يعني إيه لغة توصيف؟ بتقول للمتصفح يقرأ للمعلومات إزاي ويعرضها إزاي. بص يا سيدي، HTML زي الرسام اللي بيرسم لوحته، بس بدل الألوان بيستخدم عناصر elements. كل عنصر ليه وظيفة بيحدد شكل ومكان المحتوى في الصفحة. مثلا في عنصر بيقول إن دي فقرة، والتالت بيقول دي صورة، وهكذا. ال HTML هو الأساسي اللي بيتبنى عليه كل صفحة ويب. يعني لو الصفحة دي بيت، ال HTML هو العظم والسقف والحيطان، من غيره مفيش هيكل أصلا. طيب وإيه حكاية العناصر elements دي؟ العناصر هي الحروف اللي بنكتب بيها جمل HTML. كل عنصر بيبدأ بحاجة شبه كده اللي هي start tag، وبينتهي بend tag. جوه العنصر بتحط المحتوى. يعني مثلا لو عايز تكتب عنوان كبير تكتب كده، لو عايز تكتب فقرة تكتب كده، ولو عايز تحط لينك تعمل كده. من غير ال HTML الصفحة تبقى فاضية وما فيهاش ترتيب ولا معنى. ال HTML هو المترجم بتاعنا، بياخد المتصفح زي جوجل كروم ويفهمه ويعرضه للناس بشكل مرئي. علي فهم الفكرة وبدأ يبني أول صفحة ليه باستخدام ال HTML. حط عنوان وفقرة وصورة ولينك، ولما فتحها في المتصفح لقى بيته الجميل بدأ يبان. ومن اليوم ده بقى كل لما حد يسأله إزاي أبدأ أعمل صفحة ويب يرد بكل ثقة ويقول: ابدأ بال HTML. ده هو الهيكل العظمي لأي موقع والبداية لأي شغل على الويب. القصة بتحكي مقدمة عن ال HTML، وفي الفيديوهات القادمة هنشرح ال HTML عمليا. الأول الأدوات اللي احنا هنحتاجها. لو عندك لابتوب يبقى زي الفل، هتدخل على جوجل تكتب VS كود، هتضغط على أول لينك وتضغط داونلود وتسطبه حسب نوع جهازك. طب يا هندسة أنا مش عاجبني البرنامج، بسيطة، في بديل تاني وهو برنامج أتوم، مشابه تماما بالVS كود. طب يا هندسة أنا مش معايا لابتوب ولكن معايا موبايل وتابلت، خلاص مفيش مشكلة، نزل برنامج سبيك إديتور، ده موجود على أي أندرويد.